أنا حابة أعرفكم بنفسي. أنا اسمي هبة حزين. أنا خبرة في مجال الماركتينج والديجيتال ماركتينج الاتنين. يعني بقالي هو 11 سنة ما بين الخبرة المهنية والخبرة الأكاديمية. خليني الأول أكلمكم على الخبرة المهنية. أنا اشتغلت في مجالات كتير قوي سبيشالي في الميديا باينج. يعني غالبا معظم المجالات اللي اتكلمت فيها أنا اشتغلت فيها، وأقول ليه اشتغلت في المجالات دي كلها. اشتغلت في مجال الكوزماتكس، مجال الميديكال سيرفيسز، مجال المطاعم، مجال الكافيهات، الأفلام، المسلسلات، الريل استيت طبعا. مش فاكرة والله يعني. غالبا مفيش مجال ما عداش عليا بي تو بي وبي تو سي. بس في الوقت الحالي انا الديجيتال ماركتنج مانجر لشركه دكتور جو برودكتس، ودي شركه كوزماتكس عموما، بس دي البيز بتاعها في مصر. و سينيور ديجيتال ماركتنج في شركه تك اوفيس، دي شركه في الكويت. الشركه دي مسؤوله عن براندز كتير قوي، معظمهم اف ان بي او فود اند بريفليج، بس كلهم اونلاين بيزد. يعني يعتبر انا اللي ماسكه الميديا باينج، الجزء الخاص بالميديا باينج في الشركه كلها للخمس براندات. وفي نفس الوقت برضو سينيور ميديا باير لشركه اسمها جمعيه دوت كوم، ودي برضو شركه في الكويت. ده اكونت في الكويت، هو حاجه كده زي انستا شوب او طلبات مارك، بس في الكويت يعني. ده بالنسبة للخبرة المهنية واللي أنا بعمله دلوقتي. بالنسبة للخبرة الأكاديمية، فأنا مدرس مساعد في كلية إعلام في جامعة الأهرام الكندية. متخرجة من 2012، وحصلت على الماجستير في 2021 من كلية عين شمس، كان تخصص ديجيتال ماركتينج. وفي الوقت الحالي برضو بعمل الدكتوراه بتاعتي من برضو كلية إعلام في جامعة عين شمس، أو يعني آداب إعلام في جامعة عين شمس، برضو في تخصص الديجيتال ماركتينج. وحصلت على دبلومات كتير كلها ليها علاقة بالديجيتال ماركتينج والديجيتال ميديا الاتنين مع بعض. كانت أهمهم دبلومة التربية الإعلامية، دي كانت من الجامعة الأمريكية في لبنان. وكانت دبلومة استخدام الديجيتال ميديا لمواجهة الأخبار الزائفة، ودي كانت من organization اسمها RNTC في هولندا. وكانت آخر واحدة كانت الديجيتال ترانسفورميشن أو التحول الرقمي، ودي من organization اسمها كانديد فاونديشن في ألمانيا. كانت كلها منح. وصراحة يعني أنا هقول لكم نبذة مختصرة عن إن أنا متشعبة شوية ما بين الشغل المهني والشغل الأكاديمي، وما بين إن أنا اشتغلت في مجالات كتير قوي. أنا بدأت دنيتي كعادي حد اتخرج عادي شوية يخبط في السوق، وبعد كده اشتغل في الجامعة اللي هو جالي تعيين بتاع الجامعة، فمن معيدة لمدرس مساعد الدنيا بدأت أكاديمية جدا. وكنت حابة المجال وإن أنا أخد الكارير ده، وكنت حابة أكمل فيه. بس جيت بعد ما اخدت الماجستير حسيت فجأة ان في جاب، وزي ما كلنا طبعا خارجين جامعات بنلاقي ان في جاب ما بين اللي بندرسه في الجامعة، خصوصا في مجالنا في مجال الديجيتال ماركتنج، ما بين اللي بندرسه في الجامعة وما بين إن الطلبة، أو بعد كده بقى نخرج للسوق نلاقي الدنيا اختلفت تماما. الدنيا بتتغير تماما زي ما كلكم قلتوا وإن أنتوا عارفين، بتتغير بسرعة جدا جدا جدا. فبدأت أحس إن أنا مش بقدم كواليتي كويسة من التعليم، فقررت بقى إن أنا يعني أركز شوية بقى مع إيه اللي بيحصل في السوق. بدأت لو أروح لأي حد، مع إن كان الموضوع متأخر، بس بدأت أروح لأي حد أقول له لا أنا عايزة اخد مجال، يعني اشتغل في مجال الميديا باينج ده، طبعا بعد ما اخدت الكورس. فالحمد لله كان يعني كنت اي مجال بيجي يعني قدامي كنت بشتغل فيه، وده سبب ان انا توسعت في المجالات كتير. لان انا كنت عايزة اخد خبرة انقلها للطلبة، مش مجرد ان انا اشتغل وخلاص. لا، انا كنت عايزة كمان اجين اكسبيرينس كويسة قوي، وكنت متأكدة ان الخبرة دي مش هينفع تيجي بالكتب، لازم تيجي بايدي. بس الحمد لله الدنيا ظبطت اكتر، ان انا يعني كنت بدق اي باب في اي مجال. فاشتغلت في مصر واشتغلت في الخليج. اشتغلت على بلاتفورمز كتير قوي، فيسبوك طبعا، انستجرام او ميتا كلها، سناب شات، تيك توك، جوجل ادز، فكل ده اشتغلت بيه، وطبعا لسه شغالة بيه في الوقت الحالي. ومش هنكر ان انا المجال عجبني بعد كده اكتر من المجال الاكاديمي بكتير، لان التطوير فيه ما بيخلصش زي ما انت قلتوا. يعني في مننا بدأ اوريدي في المجال، وفي اوريدي لا لسه هيبدأ. فاللي بادئ في المجال عارف ان احنا بيحصل ابديتس، يعني ممكن وانا قاعده معاكم وبتكلم معاكم يحصل ابديت اشوفه وانا قاعده معاكم دلوقتي. فعلى طول في تطوير، ودي حاجه يعني في ناس ما بتحبهاش، بس انا شخصيا بحبها قوي. ان اي تطوير بيحصل والواحد او في البلاتفورمز او في المجال،
انا بحس ان احنا بنطور نفسنا معاه، ودي هي اهم حاجة. وطبعا علشان انا اوريدي شغالة في الجامعة واوريدي يعني عندي الخبرة ان انا في التدريس، فبدأت كمان في مجال التدريب ان انا ادرب بقى يعني في اكاديميز ديجيتال ماركتنج، لان انا لقيت ان فيها مجال اوسع ان انا اقابل ناس كده ما شاء الله زيكم خبرات مختلفة. فبقى الموضوع كمان بالنسبة لي ان انا مش بس بفيد اللي قدامي بخبرتي، لا كمان بستفيد جدا جدا من خبرته. فيعني دي نبذة صغيرة شوية عن قصتي يعني. بس أنا إن شاء الله هبقى معاكم بإذن الله في تو موديولز، ميتا ادز وسناب شات ادز، وبعد كده حد هيكمل معاكم إن شاء الله في جوجل ادز وتيك توك ادز، وهي دي الدبلومة كلها، هي دبلومة الميديا باينج. بس قبل ما نبتدي يعني احنا المفروض النهارده كده كانترودكشن سيشن، وهنقعد نعمل شويه سيت اب لاكونتس. بس قبل ما نبتدي موضوع الانترودكشن سيشن ده والسيت اب لاكونتس والكلام ده كله، في شويه حاجات حابه اوضحها لكم في الاول. احنا كلنا مجالات مختلفه، كلنا باك جراوندز مختلفه، في مننا اوريدي شغال بايده، في مننا لسه داخل المجال جديد، في مننا شغال في الديجيتال ماركتنج او في الماركتنج وعايز يدخل في اكتر في مجال الميديا باينج. انا دايما بقول يا جماعه، يعني انا مش بحب اصنف نفسي زي الناس تقول احنا بتوع اعلانات، انا بتاع اعلان، احنا ميديا بارز. لا، انا علشان بكل اللي انا شفته ده بدراستي للتسويق فتره كبيره قوي من حياتي في الجامعه وانا اوريدي يعني بدرس والكلام ده كله، وفي نفس الوقت في مجال الديجيتال ماركتنج، المجال اللي فجاه في حوالي 5 سنين توسع بشكل مش طبيعي وما زال في توسع. فانا بقول احنا مش بتوع اللي هو اعلانات، ولا انا ميديا باير، ولا انا بتاع ديجيتال ماركتنج. لا، في الاول وفي الاخر انا مسوق. يعني دلوقتي مثلا احنا داخلين ناخد كورس ميتا، سواء ادز مانجر بقى، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، وات ايفر. الحاجات دي موجودة دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها دي، في اللي بنتكلم فيها دي. الله اعلم بكرة هيحصل ايه. لحد ما نخلص الكورس ممكن البلاتفورم من اللي احنا بنتكلم فيها تتلغي. انا مش جايه اخوفكم، بالعكس خالص. انا جايه اقول ان انا بس المايند سيت بتاعنا في الاول بيفرق. انا مرتب دماغي على ايه، ان انا عايز اتعلم الاكونتس دي وادخل ادوس على شويه زراير علشان اطلع اعلانات. يعني في منكم دلوقتي كتير قوي قالوا which is دي حاجه فعلا بتواجهنا كتير قوي، انا بعرف اطلع اعلان. بس وبعدين طلعت الإعلان and so what؟ طب نتائجه، طب ده حلو ولا وحش؟ طب ايه على اي اساس اكمله اوقفه الكلام ده كله؟ فعشان كده بقول احنا مثلا ممكن نقعد اول 3 سيشنز بنحاول نطلع اعلان، ونقعد بقى ومش عارفه والموضوع صعب وي 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 وي، بس بعدين يعني موضوع تطليع الاعلان ده هيكون في دقيقه بالظبط، نقعد نطلع اعلان في الدقيقه. فانا مش شغلتي ان انا اطلع اعلان. لا، لو هنتكلم على جزء الاعلانات، احنا شغلانتنا اكتر ان احنا نتحسن الاعلانات، نتابع نتائجها، نفهم النتائج دي حلوة ولا وحشة، اعرف احسنها ازاي. فكل ده تمام، بس الاكتر بقى كميديا بايرز يعني بشكل خاص، وفي اي حد شغال في الديجيتال ماركتنج زي ما اوريدي يعني كتير منكم دلوقتي قال، احنا مسوقين ماركتيرز. التسويق موجود على مدار الزمان، من أول بتاع الروبابيكيا لحد أحسن شركة تسويق في الحياة، كله تسويق. هي البوينت بقى ان انا ازاي استغل التولز اللي حواليا ان انا اقدر اسوق صح. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا ميديا باير وشكرا، انا ديزاينر وشكرا، انا دايما هيكون في حاجه ناقصه بتكمل لما انا افهم كل حاجه. مش لازم اكون بشتغل كل حاجه، يعني مش لازم يكون عندي بشتغل ديزاينر وبشتغل كونتنت كرييتور وبكتب مش عارفه ايه وبشتغل ميديا باير، بس اتليست فاهم ايه اللي بيحصل حواليا. يعني اكننا كده ايه، يعني زي انا ماليش في الكوره قوي، بس هو زي اللي هو احنا تيم. فانا لازم افهم ايه اللي بيحصل حواليا، مين لما هيعمل ايه هيأثر على شغلي كويس، او انا شغلي ازاي هيأثر على اللي قدامي كويس، بحيث ان في الاول وفي الاخر انا لازم اطلع سواء بقى منتج ولا براند ولا بيرسون ولا اي حاجه، اطلعه للسوق يحقق الهدف اللي الكلاينت بتاعي عايز يحققه من من المنتج ده او السيرفيس اللي انا بقدمها.
يعني انا دايما بقول احنا كميديا بايرز يا جماعه، هو كل واحد في حاله. لو اتكلمنا على التيم، على مثلا تيم مثلا ممكن يكون في الديجيتال ماركتنج تيم مكون من كونتنت كريتور، تيم مكون من ديزاينر، من سوشيال ميديا سبيشالست، من مودريتور، ومن ميديا باير. دايما اقول ان كل واحد فيهم في حاله، والميديا باير في حال كل واحد فيهم. بجد مفيش حاجه اسمها ميديا باير وشكرا. ميديا باير يعني later on بيدخل في ادق التفاصيل. ادق التفاصيل اللي مش متخيلين، ادق التفاصيل اللي منها لو في اوردر بيوصل، انا ببقى اشوف الاوردر ده اتطلب الساعه كام، ووصل امتى، ووصل في نفس الوقت، والكاستمر كان ساتسفايد ولا لا. لان كل ده في الاخر بشكل ما هيأثر على اعلاناتي. تمام. فدي اول حاجه حابه بس ان احنا يعني نسات المايند بتاعنا. احنا مش جايين نتعلم زراير، مش جايين نتعلم نطلع اعلان ازاي، علشان زي ما كتير قال يعني كتير منكم قالوا ده موجود اوريدي على اليوتيوب، نقدر ندخل نشوفه. طبعا هنتعلمه، يعني اكيد اكيد هنتعلمه، لا محال او مش عارفه بنقول لا مفر من ده. بس مش ده الاساس بتاعنا. لا، انا الاساس بتاعي ان انا اعرف البراند، افهم البراند، افهم العملاء بيفكروا ازاي، افهم العميل اللي عندي بيفكر ازاي، والزبون بيفكر ازاي، افهم اروح له امتى، افهم ايه علاقة كله مع بعضه. الديجيتال ماركتنج لو مات ما اقعدش في بيتنا اتصرف تاني. افهم ازاي بعد كده ليتر اون ان شاء الله ممكن الاي اي يساعدني في شغلي، مش يقعدني في البيت زي ما الناس بتقول. فيعني ده اللي احنا هنحاول ان شاء الله نفهمه مع بعض. احنا المجالات بتاعتنا مختلفة، جايين من باك جراوندز مختلفة طبعا. في ناس اوريدي اشتغلوا بالادز، في ناس ما اشتغلوش بيها، في ناس عندهم خلفية، في ناس ما عندهمش. احنا هنبتدي اكننا كلنا لسه مش عارفين اي حاجة. بس اوعدكم ان شاء الله ان شاء الله سواء في حد عنده خلفية عن الاعلانات او ما عندوش خلفية على اعلانات، مع اخر الكورس سواء كان ميتا او سناب شات، احنا كلنا هنكون في نفس الليفل اللي يخلينا او يأهلنا ان انا امسك اكونتس اشتغلها واطلع اعلانات ناجحة منها بإذن الله. تمام. طبعا مفيش مكان واحد في الدنيا هيديك المعلومة الكاملة. احنا هنحاول طبعا طول الوقت ن... ن... يعني ندي اكتر، يعني نشارك اكتر قدر من المعلومات. بس دايما بقول يا جماعة، الموضوع مش في المعلومة على قد ما الموضوع في الاستراتيجي. هنقول استراتيجيز كتير قوي، انا بقى شطارتي ان انا انقي منهم اللي يليق مع شغلي. مش اللي هو ايه انا هعمل كل ده، محدش بيعمل كل حاجة. دايما بقول ركز دايما في اللي بيتقال مع شغلك. اه والله ده لايق ممكن اجربه، لا ده مش لايق سكيب ولا اكن انا سمعته. لان طبعا هنشرح بشكل جنرال علشان يليق مع كل الناس. تمام. حابة دايما ان احنا يعني نشارك مع بعض. يعني دايما الدنيا عندي ان انا تبقى مشاركة. طبعا هنجرب ده من المرة الجاية، هنجرب بايدينا كل حاجة. مهم قوي ان انا اجرب بايدي ان احنا نعمل assignments، ان احنا نبعتها. لان احنا مجالنا شوية هيبقى practical، مش بقى مجرد سلايدز. يعني شايفين السلايدز الحلوة الكتيرة اللي انا عاملاها لكم دي، ولا هنعمل اي حاجة بيها. تمام. دي مجرد جايد ليكوا، تبقوا ترجعوا لها في اي وقت. لكن انا احب ان احنا دايما شغلنا يبقى يعني كده ايه يعني قائم، بنشتغل اونلاين، كل حاجة قدامنا اونلاين دلوقتي. انا يعني بصوا، احنا هنبتدي كلامنا. انا هشرح اصلا هو ايه بقى، يعني ايه حساب اعلاني وحساب اعلاني شخصي والبزنس والكلام ده كله. هبدأ شرح كلامي على متى. تمام. وبعد كده اللي انا هقوله على متى يعني هيتطبق هو على سناب شات بقى وجوجل ادز وتيك توك والكلام ده كله. بس انا هبتدي شرحي على متى، واحنا نعمم الكلام ده على بقية البلاتفورمز. اوكي. فهناخد من البلاتفورمز دي اكزامبل متى. طيب احنا عندنا عموما البلاتفورمز اللي هي، انا هحكي لكم قصة من اول علشان نفهم اصلا يعني ايه ميديا باينج، يعني ايه حساب اعلاني، يعني ايه بزنس، يعني ايه بيرسونال، الحاجات الكتير اللي احنا بنسمعها دي. قبل ما ابدا القصه في شويه حاجات برضو لازم يعني ايه اوضحها معاكم النهارده. اوكي. عشان بعد كده ان شاء الله ابتداء من المره الجايه ندخل بقى في الاعلانات على طول. زي ما في احنا الكورس هنا مش هقوله ده كورس ميديا باينج، هقول ده كورس ديجيتال ماركتنج. اوكي. كورس ديجيتال ماركتنج متخصص في الميديا باينج. تمام. طيب زي ما في كورس انجلش وكورس فرنساوي وكورس عربي وكورس الماني، في كورس ديجيتال. يعني ايه قصدي الكلام ده؟ يعني الديجيتال يا جماعه هي تكنيكس، هي نوع من انواع الماركتينج. بس هي في الاول وفي الاخر لغه، لغه بنتكلمها.
يعني ايه؟ يعني هي لغة لا عربي ولا إيه انجلش ولا الكلام ده كله. يعني ممكن المصطلح يكون ترجمته سواء في العربي ولا في الانجليش حاجة، وترجمته في الديجيتال حاجة تانية خالص. فاحنا برضو من الحاجات اللي هنركز عليها ازاي ان شاء الله اخلص الكورس اكون بعرف اتكلم ديجيتال زي ما بعرف اتكلم انجلش او فرنش او عربي او وات ايفر. انا عندي اللغات اللي بعرف اتكلمها حتى لو لغة واحدة عادي جدا، بس هنضيف لهم لغة تالتة اللي هي اللغة ايه؟ اللغة الديجيتال. تمام. فعلشان كتير قوي هتلاقوني بستخدم مصطلح الحاجة دي بلغة الديجيتال في مجال الديجيتال اسمها كذا. تمام. فدي أول حاجة عايزة أقولها. تاني حاجة نروح بقى المجال الديجيتال. احنا عندنا بلاتفورمز أو عندنا منصات زي فيسبوك، انستجرام، سناب شات، تيك توك، جوجل، تويتر، لينكد إن. كل دي بلاتفورمز بتحاول طول الوقت تعمل إيه؟ تخلينا قاعدين عندها، بتحاول طول الوقت تمتلكنا. وبص يعني الحاجات اللي انا هقولها دي حقائق، انا مش بحكم بقى وبقول ايه الحلو وايه الوحش، انا بقول حقائق موجوده. يعني تقبلها ولا ما تقبلهاش دي حاجه ترجع لنا، بس هي حقائق. فهي بتحاول طول الوقت تمتلكنا. تمتلكنا ازاي؟ ان احنا نفضل قاعدين على البلاتفورمز دي 24 ساعه. 24 ساعة قاعدين عليهم بقى، سواء ميتا، انستجرام، تيك توك، وات ايفر. تمام. طيب قاعدين 24 ساعة نعمل ايه؟ زمان كان قاعدين نتعرف على بعض، نعمل تشاتنج، نعمل شير، انترتينمنت عموما. بعد كده لا البلاتفورمز دي لقت ان وقت الانترتينمنت في حياة الناس قليل، وان الناس بتسيب البلاتفورمز بتاعتها علشان تروح تشتغل اي حاجة تانية. قالك لا، انا محتاج الناس قاعده عندي 24 ساعه. طب هنعمل ايه؟ هنجيب شغلهم عندنا. يعني انا دلوقتي مش هخلي اي حد بيشتغل من غير ما يستخدم المنصه بتاعتي، فشغله مش هينجح غير لما يستخدم المنصه بتاعتي. بحيث ان هو سواء بقى هو بيشتغل، عايز يهاف فن، عايز يكلم صحابه، عايز يتكلم في التليفون، عايز يعمل شات، عايز يعمل اي حاجه، هو يفضل عندي. وناخد على ده يعني ناخد ميتا اكزامبل لده. ميتا عامله ايه؟ اشترت ماسنجر، اشترت واتساب، اشترت انستجرام. اوريدي ميتا على فكره هي كل اللي تملكه فيسبوك. يعني مارك زوكربيرج بدأ بفيسبوك بس، هو دي الحاجه اللي هو عملها. الباقي بقيه الحاجات كلها اشتراها. ليه؟ علشان يضمن انت تطلع من هنا هتقعد هنا، هتطلع من هنا هتقعد هنا، هتقعد هنا هتقعد هنا. as a user، as a مستخدم. طيب سؤال وردوا عليا في الشات. هل احنا as a users بندفع فلوس واحنا بنستخدم البلاتفورمز دي؟ users as مستخدمين، مش as a معلنين، مش كمعلنين. آية قالت لأ، روان قالت لأ، ميرنا قالت لأ، محمد قال لأ. طب هل بندفع؟ حسن قال اه. يعني هل بندفع؟ مش فلوس بقى، هل بندفع اي حاجة تانية؟ رأيكم ايه؟ بندفع ايه؟ بندفع طيب. لا يا آية، النت اللي احنا بندفعه ده ما يعتبرش دفع يعني. تمام. تمام، بندفع تايم، بندفع وقت بس ماشي نت بس مش قوي يعني. يس اور تايم. طيب هي احنا بندفع اور تايم، بس هي حاجة اكتر من كده. دايما يقول لك لو اعرف ان انت لو مش بتدفع فلوس في المنتج، فانت بذات نفسك كده انت الفلوس. يعني ايه؟ احنا بندفع ديتا، بندفع كل بياناتنا الشخصية واللي مش شخصية وبيانات اللي جنبنا كمان. يعني مش هقول لكم بقى الاكزامبل العبيط بتاع انت كنت بتكون بتتكلم مع صحابك في حاجة وتيجي تدخل على النت تلاقي ان الحاجة دي موجودة. لا ده خلاص، دي حاجة قديمة كده كده. احنا بنكون بنفكر في حاجة وما نطقناش بيها ولا اتكلمنا فيها مع حد، يعني نحلف على الموضوع ده، ونلاقي ان الحاجة دي طلع لي بيها بوست، اعلان، كوميك. ما يعني بالظبط. ودايما نقول لنفسنا ايه؟ لا 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 لا، اكيد صدفه. بص هي مش صدفه، خلينا بس متفقين ودي حقيقة بيحصل انا لسه ايه. حاطه معايا دلوقتي. لسه كنت بتفكري في ايه بقى؟ ما كنت كلمتيش مع بفكر حد. ان انا عايزه اعمل سكين بوستر. فده تمام. الصبح، وانا الصبح يعني الساعه 5 بفتح دلوقتي لقيت اعلان على سكين بوستر. تمام وإني زي اعملها كمان.
اوكي. بالظبط. لا، وحلو قوي ان احنا نتصالح مع الموضوع، ما نقعدش نضيع وقت في ان احنا ندور بيحصل ازاي، نتصالح معاه. لا، دي للاسف هي اي حاجه ليها علاقه بالفلوس يا محمد للاسف مش هتلاقيها قدامك. بس عارف، هتلاقي حد معاه المليون يعني. يعني انت لو بتفكر في المليون تلاقي واحد معاه المليون، بس مش معانا احنا يعني، بس ان شاء الله ربنا يرزقنا، لا يعني. قادر على كل شيء. اوكي. شروق، بصي، رعب بقى ولا مش رعب مش هنركز، ما انا بقول لك بقى احنا مش هنركز طاقتنا ان احنا نخاف، لا احنا نركز طاقتنا ان احنا نستغل ده، نحوله للمليون اللي محمد بيدور عليها. اوكي. طيب ازاي؟ مش عارف، بصوا يعني في اكزامبلز كتير قوي اقدر اقول لكم هي ازاي. تمام. ودي بتبقى حاجة عبيطة قوي يعني، ممكن اكزامبل، بس هي في حاجات اكتر بكتير من ان احنا نعرف. بس عايزة اقول لكم ان بجد 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 النفس اللي بنتنفسه وفي جنبنا اي لابتوب، اي موبايل موجود، النفس ده بيتحسب علينا. السوشيال ميديا اكاونتس اللي احنا عاملين لها فولو في حياتنا طول الوقت دي ومدينها الاو لكل حاجة، بتحسبه علينا حرفيا يعني. تمام. فازاي بالظبط بقى، ازاي ان احنا نستغلها كده زي ما حابب بيقول، ان انا بدل ما ابعد نفسي واقعد اخاف وكده، لا بالعكس يعني. انا لما بكون بدور على حاجه ومكسله ادور، ادخل بس اكتب حاجه، اسمع الحاجه دي على السيرش 3 4 مرات ورا بعض، الاقي ده طلعت لي واشتريها وخلاص، شكرا يعني. طيب زي ما قلت، احنا بندفع ايه مقابل كل ده؟ بندفع الداتا بتاعتنا، وده علم تاني خالص اسمه البيج داتا. تمام. طيب جت بقى نرجع تاني لبقية القصة بتاعتنا. بندفع الداتا دي ليه؟ علشان البلاتفورمز دي عايزة تجمع داتا كتير كتير كتير، علشان تيجي تبيعها لنا احنا برضو، اللي احنا مين بقى؟ الادفرتايزرز. جت قالت لك ايه؟ مهما كان مجالك في الحياة، أكيد مجالك ده بيعتمد على ناس. الناس دول فين؟ عندي انا في فيسبوك وفي انستجرام وفي سناب شات وفي تيك توك والكلام ده كله. فبدل ما تروح تدور عليهم في الشارع، بدل ما تروح تدور عليهم في التلفزيون، بدل ما اروح تدور عليهم مش عارفه ايه وتدفع ملايين الملايين، يعني البيل بورد اللي بيطلع في اللي هي اليافطه اللي بتطلع على المحور دي بيدفع فيها ملايين الملايين. الاعلان اللي بيطلع في رمضان ده بيتحاسب بقى بالملايين بالدولار. فبدل ما تدفعوا كل الفلوس دي واصلا يا تتشافوا يا ما تتشافوش، لا تعالوا بقى هاتوا الفلوس دي وانا هعمل لك كل حاجة. يعني من اول ان انا هقول لك كم واحد شاف الاعلان، وكم واحد عجبه، ومين شافه مرتين، ومين شافه ثلاثة، ومين دخل اشترى، ومين دخل وجري، ومين قعد قد ايه، وهجيب لك كل التفاصيل. بحيث ان يحصل حاجتين: اولا الفلوس اللي هتصرفها بره لا تصرفها عندي. ثانيا ان انا اضمن سواء انت قاعد عايز تهاف فن، تبقى عندي على متى، عايز تشتغل تبقى عندي، عايز تشتري حاجة تبقى عندي، عايز تاكل تبقى قاعد 24 ساعة عندي. تمام. الكلام ده انا مش بحكي حدوتة تخوف، انا بحكي الوضع القائم. اوكي. طيب من ضمن بقى وهي هتدينا كل السبل، سواء بقى التكنيكال، سواء سبل الراحة، سواء كل حاجة، تدينا كل حاجة علشان تنفذ ده. اوكي. طيب من ضمن الحاجات قالت لك: طيب انا مش عايزه اي حد في الدنيا عنده بيزنس، البيزنس ده ما يبقاش عندي. يعني ايه؟ يعني اي حد عايز يبيع اي حاجه، يا منتج يا خدمه يا شخص يا فكره، كل دي حاجات لازم اوصلها للناس. طيب هعمل ايه انا كمتا؟ وطبعا زي ما قلنا يعني هنعمم ده على بقيه المنصات. هديك بلاتفورم، هديك ان انت تفتح محل عندي. احنا داخلين في سوق، ونعرف ان اي الديجيتال هو زيه زي السوق، سواء سوق الخضار او سوق زي مول في ايجيبت، ده سوق وده سوق، والديجيتال سوق. انا هديك تفتح محل، المحل ده اللي هو ايه؟ اللي هو البيج بتاعتك، هتفتحه ببلاش، مش هتدفع لي ايجار. اوكي. طيب فتحنا المحل بتاعنا، تعالوا كده ندخل مع بعض على اي محل عندي، على اي بيج مثلا عندي اهو مثلا. هدخل على البيج دي، وهو دلوقتي بيعمل البيجز اكنها اكونت لوحدها. اوكي. فتحت البيج بتاعتي، ابتدي حطي عليها المنتجات بتاعتك. اوكي. حلو حلو. البيج هتوصل لحد؟ لا.
هتعمل اي لايك، هتعمل اي كومنت، هتعمل اي شير، لا يمكن مع اول بوست تنزلها تلاقي واحد اتنين تلاتة عملوا لك كام كومنت وكام لايك، بغض النظر على الاكونت بتاعك عدده فيه كام فولورز. انا عارفه ان الاكونت ده فيه 39 فولور، بس هو اوريدي ده اكونت بس مجرد، يعني هو علشان اكونت كويتي فاحنا مش بنستخدم فيه فيسبوك، فهو مجرد بس فيسبوك هنا أداة ربط، لأن الأساسي بتاعه انستجرام. تمام. طيب، منزلين عليه بوستس، حد معبر البوستس دي؟ لا. ليه؟ علشان ما عليهاش اعلانات. فجت قالت لك طيب انت عرضت المنتجات بتاعتك، انا بقى هتحكم ان المنتجات بتاعتك دي او السيرفيس بتاعتك دي او اي حاجه هوقع لك الريتش مهما كان عندك فولورز. وخلي بالنا من حاجة، احنا هنا بنتكلم على الادز، معنى كده ان انا بتكلم على المنتج او الخدمة اللي انا عايزة ابيعه، مش بنتكلم على الجزء البيرسونال براندنج. لان الجزء اللي ليه علاقة بالبيرسونال براندنج او الجزء اللي ليه علاقة بالفيديوهات اللي فيها محتوى زي بقى الافلام والمسلسلات، وتعالوا اقول لكم النهارده طبخت ايه، ومرات جوزي جابت لي من شهري والحاجات دي، ولا مرات وتفر، يعني اي حد، الحاجات دي كلها دي يعني جزء ليه علاقة بدي، محتويات بتعمل مشاهدات، وبالعكس الناس كمان بتكسب منها فلوس، بس مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا واحد عندي خدمة، عندي منتج، عندي انا شخصيا عايز بقدم خدمة معينة للناس، سواء هي خدمة بقى انترتينمنت، هي خدمة تنفعهم whatever، انا عايز الناس تعرفني اكتر. اوكي. سميتها قالت لك الاول نزل البوست. طيب نزلت البوست، اول ما هننزل البوست هنلاقي زرار كده ازرق مكتوب عليه بوست بوست. حلو حلو. بوست بوست دي هتلاقيها بتقول لك ايه؟ بتقول لك بص، ما دام انت البوست كده بتاعتك مش جايبه غير 3 4 5 5 كام واحد كده، يعني 5 لايك ولا 6 لايك، ولا مش معبره حد خالص، بص ادفع لي كده بس كام جنيه ولا كام دينار وكده، وانا اخلي البوست بتاعتك توصل ل 6000 واحد، ولا 6000 واحد، ولا 17000 واحد، وادفع لي بس كده مبلغ بسيط، يعني الدنيا ايه بسيطة يعني. اوكي. وفعلا بنبتدي ندفع، والموضوع هنا يعني بصوا، انا ممكن الاعلان اعمله من هنا واعمل له بابلش، والاعلان هيطلع وهيبتدي يوصل للناس بس بشكل بدائي قوي. الاعلان هيوصل للناس، الريتش هيتحقق، بس لو انا هدفي بيع، الدنيا ما بيبقاش، لا يعني لا انا عايزه الدنيا معايا تكبر شويه. اوكي. طيب لما الدنيا بتكبر، متى قالت لك بقى ده انت داخل على طمع بقى، طمع بقى، وعايز تقول لي اصل انا عندي ويب سايت عايز ندخل عليه وناس تشتري من عليه، اصل انا عايزه اجيب ليدز وناس تكلمني، عايز ناس تعمل انجيجمنت، عايز ناس تبعت لي مسجز، انت ليلتك كبيره بقى. طيب لو على قد البيزنس بتاعك انت شخصيا، فانا هديلك، وده الكلام ده هنعمله خطوه خطوه مع بعض، بفهمكم بس الدنيا عباره عن ايه. هديلك حساب اعلاني. يعني ايه؟ يعني ايه حساب اعلاني؟ هديلك كده زي حاجه خارج اصلا فيسبوك، اقدر ادخلها من فيسبوك، بس زي تول مربوطه باسمك الشخصي. التول دي اسمها ايه؟ اسمها الحساب الاعلاني، او اسمها ادز مانجر. اوكي. والتول دي لما هندخل عليها كلها وهنلاقيها دلوقتي، ومحدش يعني، انا لما ابتدي اقول لكم اشتغلوا معايا هتشتغلوا معايا، بس ما تشتغلوش معايا دلوقتي خالص. التول دي، وهو ده السؤال، انا مش فاكره مين اللي او ما عرفتش مين الاسم اللي سأل السؤال، بس كان حد بيقول لي طب هو ايه الفرق بين الحساب الاعلاني الشخصي والحساب الاعلاني البيرسونال، سوري البيزنس. فهي بتقول لك لو انت البيزنس بتاعك على قدك وموضوع البوست بوست ده مش مكفيك، طيب تعالى هنا كده كده هديك، تمام يا افنان، انا هديك حساب اعلاني بيرسونال. بيرسونال يعني ايه؟ يعني انت اسمك، شوف اسمك، اسم البروفايل بتاعك على فيسبوك ايه، وهو هيكون تبع البروفايل بتاعك، وده مش هتعمل يعني، انت هندخل بس على الويب سايت ده اللي هو اسمه، يعني جزء لينك من فيسبوك اسمه facebook.com/ads manager. هدخل عليه. تمام. هلاقي حاجة كده شبه كده، والكلام ده هنعمله سيت اب مع بعض دلوقتي. اوكي. وهنلاقي ادوني دقيقة بس. هنلاقي حساب اعلاني بالاسم، يعني هو الاكونت اللي انا شغالة من عليه ده هو اوريدي بيرسونال واسمه تيك اوفيس، فهلاقي حساب اعلاني بيرسونال، وبيقول لي من هنا بقى انت تقدر تعمل اعلاناتك، بس بشكل ايه؟ بشكل اكبر شوية.
تحدد بقى الأهداف، تحدد الناس، تحدد انت عايز ايه بالظبط، تحلل اعلاناتك بشكل اكبر، تتحكم انت تروح فين بالظبط، فتعمله بشكل اكبر. بس ده هيكون حساب اعلاني بيرسونال مربوط، يعني الاكونت ده اسمه تيك اوفيس كي دبليو. الاكونت بتاعي ده برضو اسمه اهو، دي مش بيج، ده الاكونت البيرسونال الاساسي، اسمه تيك اوفيس كي دبليو، هو. طيب، جيت بقى قلت لميتا، طب والله يا ميتا بصي، انا الدنيا بقى معايا كبرت، الموضوع بقى ما بقاش مجرد البيزنس بتاعي انا بس، لا ده انا والله في ناس بدأت تجي لي وتقول لي ايه ده، انت بتعرف تطلع اعلانات حلو، وانت بتعمل حلو، انا عايزاك تطلع لي اعلانات. فقالت لك طب خلاص بقى، انا مش هديك الاكونت البيرسونال بتاعك، انا هخليك تفتح مكتب. اوكي، طيب هخليك تفتح مكتب، يعني ايه هخليك تفتح مكتب؟ هديك حاجة اسمها بزنس اكاونت او بزنس مانجر، وده بيعتبر مكتب زي كده، زي ادفرتايزنج ايجنسي متى فتحه لنا، او مديانا الحق ان احنا نفتحه، وده هنفتحه مع بعض دلوقتي. طيب المكتب ده اقدر اعمل جواه ايه؟ اقدر اعين ناس جواه، اقدر افتح من جواه كذا حساب اعلاني، ما يبقاش بس مجرد الحساب الاعلاني بتاعي بس، لا يبقى عندي حسابات اعلانية كتيرة. يعني مثلا النيو براندز دي، ده مكتب جديد انا فتحته وحطيت فيه الحسابات الاعلانية دي، ودي بقى اسمها حساب اعلاني مش شخصي، نيو براند، اللي انا هفتحه معاكم دلوقتي، ونقدر من جواه نفتح بقى كذا حساب اعلاني، لان انا لو عندي كذا كلاينت، لازم كل كلاينت يكون ليه حساب اعلاني لوحده بطلع له اعلاناته منه. فهو يقول لك خلاص، ولان مثلا الحساب الاعلاني ده بتاع كلاينت اسمه فلوده، ده الكلاينت ليه حساب اعلاني لوحده، ليه الفيزا بتاعته لوحده، ليه كل حاجه لوحده. الحساب الاعلاني ده بتاع رويال بسبوسه وات ايفر بقى. طيب ده مكتب تاني تحتيه الكلاينتس دي، هيبقى عندي مكتب تالت تحتيه الكلاينتس دي، وكل مكتب من دول اقدر اعين عليه ناس، والناس اللي اعينهم في المكتب ده اقول اديهم بقى اكسس، اقول له طيب اول واحد هيتعين في المكتب ده هيبقى مسؤول عن الماي كير ده بس، يعني لما يدخل عنده هيلاقي اكونت اسمه ماي كير، ومش هيلاقي بقية الاكونتات دول لان انا عينته هنا بس. والتاني هيكون مسؤول على ده بس، والتالت هيكون مسؤول على ده وده، والليلة عندي هتكبر شوية. طيب، اقل حاجة اقدر اشتغل بيها دلوقتي لو انا حتى ما عنديش غير بيزنس واحد اللي هو بتاعي، اتليست البيرسونال اد اكونت بتاعي، الحساب الاعلاني الشخصي بتاعي، كده كده كلنا عندنا حسابات اعلانية شخصية، ما as long as طالما ان احنا عندنا فيسبوك اكاونت، هيبقى عندنا حسابات اعلانيه شخصيه. اوكي، وبعد كده هنفتح دلوقتي مع بعض حسابات اعلانيه، مش بقى حساب اعلاني، هنفتح مع بعض. لا اكيد، يعني اللي ما عملش بيج في مكتب، هنتكلم في موضوع البيج ده بعد كده، هنفتح مع بعض مكاتب بقى اللي هو ايه البيزنس اكاونت. طيب سلمى بتقول لي ليه ما اعملش الكل بيج في مكتب؟ طيب بصي هقول لك على حاجه، في حاجتين. في عندي ان انا مثلا دلوقتي انا على هبه على قدي، ففتحت مكتب واحد، فتحت بيزنس اكاونت واحد، وجي حد قال لي بصي يا هبه والله انت شكلك بتفهمي في الاعلانات، وانا عندي انا دكتور اسنان عايزك تطلعي لي اعلان. فبصيت كده على دنيته وقلت له انت عندك يعني اي حاجه غير البيج بتاعتك بتاعت فيسبوك او انستجرام؟ لا هو بس البيج بتاعتي، فانا محتاج حساب اعلاني واحد، وانت طلعي لي اعلان، وانا عندي اتنين شغالين معايا في التيم يشتغلوا معايا. حلو، فانا الاقي ان دنيته تمام، هو مجرد بيج على فيسبوك، بيج على انستجرام، واد اكونت واحد، فخلاص هحطه في المكتب عندي، هفتح مكتب واحط في المكتب عندي. جه حد تاني قال لي والله يا هبه انا عندي مثلا آه، مطعم، هو مطعم واحد ليه بيج واحده وفيس واكونت على انستجرام حتى بس، وعندي حساب اعلاني واحد بس عايزه اطلع عليه. اقول له خلاص تمام، تعالى اديك اوضه تانية في المكتب، يعني حساب افتح له حساب اعلاني تاني في نفس المكتب. نفس الكلام، جالي واحد مثلا بيوتي سنتر مكتب واحد وخلاص. جالي واحد بقى قال لي بصي يا هبه، زي اللي هو تيك اوفيس ده، انا واحد عندي لوحدي 5 براندز، فانا عايز انظم الشغل،
وكل براند فيهم ليه الناس بتوعه. فانا هنا مش هينفع احطه مع الراجل بقى بتاع البيوتي سنتر وبتاع الدكتور الاسنان كده، لا انا هعمل له ايه؟ هفتح له بيزنس اكاونت خاص بيه وانظم له شغله. طيب انت عندك 5 براندز، يعني محتاج 5 حساب اعلانيه، محتاج 5 بيجز. لا لا، انت دنيتك كبيره، تعالى افتح لك حساب اعلاني انت، بيزنس اكاونت خاص بيك انت. ومتى مش بتسمح لنا ان احنا نفتح حسابات اعلانيه زياده او مكاتب زياده غير لما اوريدي اللي احنا فتحناه دلوقتي او زي ما هنفتح مع بعض دلوقتي نكون مستخدمينه. فلقينا مستخدمينه وشغالين بيه، تدينا الاكسس ان احنا نفتح تاني. لقينا لا، ان لا والله انت فتحتي لي حساب اعلاني ومش شغال، عايزه تروحي تفتحي حساب اعلاني دلوقتي ليه؟ تمام. طيب، وحاجه كمان هنشوفها مع بعض، ان انا اقدر اديله اكسس على الحساب الاعلاني، واقدر اقول له خد الايميل بتاعي اديني اكسس لو انت عندك حساب اعلاني، فده كله متاح. اوكي، طيب تعالوا نبتدي نشتغل بقى مع بعض براكتيكال، واحده واحده. تمام، علشان ما بقاش بتكلم شغل بس ثيوريتيكال وانتم مش فاهمين انا بعمل ايه. اول حاجه عايزاكم تعملوها، طبعا هنشتغل باللابتوبس، فبليز اللابتوبس بتاعتكم تكون مفتوحه. ونروح اول حاجه نعملها، نتاكد ان فيسبوك عندنا مفتوح. الاكونت بتاعنا بتاع فيسبوك عندنا مفتوح عادي جدا، الاكونت بتاعنا العادي. عشان في ناس ما بتفتحش اوريدي فيسبوك عندها على الاكونت، فنأكد ان هو معمول له لوج ان. فيعني بليز خلينا بقى كده مع بعض في الشات، اللي دون في الخطوة دي يقول لي تمام دون. هنمشي مع بعض خطوة خطوة. اللي ما عندوش فيسبوك يعمل فيسبوك، معلش يا محمد. وحتى لو انت مش بتستخدم فيسبوك او بتستخدم انستجرام بس، بصوا كده كده مفيش مفر ان احنا مش هنستخدم انستجرام. ففيسبوك بقى عندنا هيكون مجرد اداة ربط مش اكتر. فممكن تعمل فيسبوك اكاونت بس علشان نقدر نطلع اعلانات على فيسبوك وعلى انستجرام. تمام. وصدقني هو بيتعمل في خطوتين، مجرد رقم الموبايل، اللابتوب، ال يعني بص، لو جيت انا عملت لوج اوت من هنا، كده كده هعمل لوج اوت عشان عايزه ادخل باكونت تاني. هتلاقي هنا اهو create new account. مجرد ما انت تعمل create new account، ايه هتكتب الحاجات دي هيعمل sign up. تمام، مفيش مشاكل. طيب يعني اللي مش هيمشي معانا الخطوات، كده كده السيشن ريكوردد، يا ريت بس يعملها بعدين او يشغل السيشن تاني على الجزء ده، علشان المره الجايه ان شاء الله واحنا بنشتغل ان تكون كل حاجه سيت، يعني خلاص احنا عاملين سيت اب لكل حاجه. اوكي طيب، انا بس هدخل على الاكونت بتاعي. طيب، بعد كده نفتح تاب جديد وهنكتب عليه business.facebook.com/overview. ولازم overview دي عشان لو ما كتبناهاش، لو احنا عندنا بيزنس هيدخلنا على البيزنس اللي عندنا. فانا عايزه نعمل كلنا بيزنس اكاونت، سواء عندنا اكاونتس ولا ما عندناش. فنعمل الا بقى لو حد عنده اكاونتس كتير جدا هيقول له لا انت عندك كفايه، ساعتها هقول له يعمل ايه. فانا عايزه كلنا نعمل بيزنس اكاونت من الاول. تمام، ونعمل جواه اد اكونت علشان اتاكد ان كلنا، لان ممكن حد مثلا يكون عنده اكسس على بزنس اكونت بس ما عندوش فول اكسس. ممكن يكون حد عنده اد اكونت كان قديم واخد ريستراكشن. فخلينا نبتدي مع بعض من الاول. فهنعمل business.facebook.com/overview. وتاكدوا ان انا حتى هاخد، يعني انا يعني احب ان انتوا تبقوا عارفين اليو ار ال، بس انا كتبته لكم هنا علشان الحد عايز يدخل عليه على طول. اوكي، اول ما هندخل على business.facebook.com/overview هيدخلنا على البيج دي. كلنا دلوقتي واقفين على البيج دي. اللي عنده بزنس اكاونت ودنيته تمام خلاص، مش لازم يعني مش اجباري، بس اللي حاسس ان هو متلخبط او انا مش فاهم ده بيرسونال ولا اكاونت كده فيبتدي معانا من الاول. اوكي تمام. طيب لو كلنا على البيج دي نعمل create an account. طيب احنا داخلين نعمل ايه؟ داخلين نفتح مكتب دلوقتي. اوكي، يعني داخلين نعمل بزنس اكاونت، مش حساب اعلاني. من جوه البزنس اكاونت هنعمل حساب اعلاني. طيب اول حاجه مطلوب منا ايه؟ مطلوب ان انا هنا هكتب اسم البزنس بتاعي، ويفضل ان هو يكون من اسمين، وكل اسم منهم اول حرف فيه كابيتال زي ما مكتوب. وتحت هتلاقي يور نيم، ده سيبه زي ما هو، ده اسم الاكونت بتاعك. وبليز ما نكتبش اسم البيزنس يكون نفس اسمنا،
عشان احنا اوريدي هيكون عندنا حساب اعلاني باسمنا، فمش عايزين نتلخبط فيه. فحاولوا تكتبوا اسم اي بزنس ليكو، سواء القائم دلوقتي سموه ايم فين دي كورس، سموه تيست، سموه اي حاجه، بس ما يكونش اسمك. وبعدين نكتب الايميل بتاعنا هنا، ويا ريت الايميل يكون ايميل ليا اكسس عليه، علشان هيجي لي بيه فيريفيكيشن، احتمال واحتمال، بس عشان لو طلب فيريفيكيشن نعمل فيريفيكيشن. شروق، لو انت قال لك ان انت عندك you have reached limit of your business account، يبقى انت عندك business accounts كتير جدا. فادخلي على business.facebook.com، تمام، وهتلاقي الاكونتس اللي عندك، اختاري واحد منهم تشتغلي عليه. اوكي. طيب، انا عايزه اعرف البيج اللي عندنا دي، اللي عندي دي دلوقتي، ومكتوب عليها زي وات ايفر الاسم البيزنس بتاعكم، هنا مكتوب هنا ادز مانجر، اودينس، اد ريبورتنج، اد اكونت سيتنجز، ايفنت مانجر، ظاهره لاي حد فيكم؟ هو انا مش عارف، هو انا كده عندي، يعني انا مش فاهم، انا كده هو تقريبا كده انا عندي اكونت ولا ايه؟ بص، هقول لكم على حاجه. شوفوا عندكم، لو اللي عن اي حد عنده الثلاث شرط دول، تمام، الثلاث شروط دول في وات ايفر احنا واقفين على ايه، اي حد لقى الثلاث شروط دول اللي هم فوق، ممكن يلاقيهم فوق وممكن يلاقيهم تحت، تمام، يدوس عليهم ويدور على كلمة settings، كلمة settings دي، ويدوس عليها. انا كده كده هتاكد ان كلنا واقفين على نفس البيج، بس طبيعي ان هو السيت ابس اللي في الاول دي بتكون مختلفة، وبعد كده هنبقى كلنا زي بعض. فاحنا لما ندوس على كلمة settings، تمام، المفروض ان ده الشكل هيجي لنا، موجودين على البيج دي، مظبوط. بس هعمل بس ريفرش. موجودين على البيج دي، اللي هنا موجود النيم الناس اللي عندنا، وهنا موجود، بصوا لو جينا على جنب كده على الشمال هنلاقي هنا ده اسم البورتفوليو بتاعنا اللي هو البيزنس، هندوس عليه هنلاقي البيزنس بورتفوليو، اسم المكاتب اللي عندنا سواء احنا فاتحين مكتب ولا لا، وهنلاقي اليور اكونت اللي هو البيرسونال هذا اكونت. انا مش عايزه استخدم ده دلوقتي، انا عايزه اتاكد ان احنا كلنا دلوقتي عندنا على الاقل واحد بيزنس بورتفوليو. اوكي، لقيناه. طيب، من المفروض بقى خلاص انا هنا عندي الاكونت بتاعي ده بقى، يعني دي السيتنجز بتاعت البيزنس سيتنجز. اوكي، وهقول ازاي بعد كده ندخل عليها بسهوله، مش هناخد وقت في كل ده خالص، هي ده بيبقى اول مره بس. طيب، هو هنا بيقول لي البيبل، ان انا اقدر من هنا انفايت بيبل، يعني اقدر من هنا اعين ناس عندي، اخد الايميل بتاعهم على اللي عاملين فيسبوك بيه، واعملهم هنا واديهم، يعني اديهم اكسس. اوكي، الحاجات دي برضو مش هندخل في تفاصيلها، احنا اللي يهمنا دلوقتي ان احنا عايزين نعمل اد اكونت، ان انا اديهم اكسس. اوكي، واقول لهم يبقى ليهم اكسس، اقول لهم مثلا يشتغلوا، يبقوا شغالين عندي، فلما هم يقبلوا الاكسس ده هلاقي اساميهم هنا، هلاقي الناس اللي شغالين عندي هنا، وان انا اقدر اقول لهم طب والله انت مثلا تقدر تشتغل على البيج دي، ما تقدرش تشتغل على البيج دي. بس اللي يهمني في كل ده، يعني كل دي السيتنجز بتاعت الاكونت بتاعي، من هنا البيجز، انا اقدر هنا اعمل بيج جديده مثلا على فيسبوك، هاجي على اليمين، على اليمين هنا، واقول له انا عايزه اكرييت بيج جديد. اوكي، او اوريدي كان عندي بيج عاملاها بره وعايزه احطها تحت الحساب او المكتب ده، تمام، وبحطها ازاي؟ بحطها عادي، اهم حاجه ان انا بديله اسمها، بس اهم حاجه ان انا يكون ليا عندي يعني ليا عليها فول اكسس. وخلي بالكم طول ما البيجز بتاعتنا محطوطه تحت بزنس بورتفوليو، لو حصل لها اي حاجه في اي وقت، حصل لها هاك، سواء بيج فيسبوك سواء بيج انستجرام، الكلام ده كله، وطول ما هي محطوطه تحت بزنس بورتفوليو بيسهل رجوعها جدا جدا جدا. اوكي، وممكن اعمل كرييشن لبيج كامله وتكون على طول تحت البيزنس بورتفوليو ده. يعني دايما اقول يا جماعه لو هتعملوا كرييشن لبيج تبقى تحت بيزنس بورتفوليو، عشان لو اتخذت مننا في اي وقت، متى مجرد ما بتعرف ان هي تحت البيزنس بورتفوليو والبيزنس بورتفوليو ده بتاعي، بتقوم مرجعها على طول. وايفر اللي يا ما حصل لنا هاكينج، واللي انقذنا ان البيج دي تحت البيزنس بورتفوليو وانا معايا الاكونت بتاع البيزنس ده، او ده يخصني، فخلاص تمام دي بتاعتك، خلاص هجيبها من اللي خدها، متى بنكلم متى هتجيبها من اللي خدها وترجعها لنا تاني. نفس الكلام على الاكونت هنا الاقي انستجرام اكونت، حلو قوي ان انا يا اعمل ان اد اكرييت انستجرام اكونت من هنا، او انا عندي لو عندي انستجرام اكونت اضيفه هنا.
اوكي. طيب اهم كل اللي يخصني بقى اكتر حاجه في كل ده كلمه اد اكونت. نروح كلنا دلوقتي على اد اكونت او الحساب الاعلاني. تمام. ونيجي على اليمين هنلاقي اد، هنلاقي كرييت نيو اد اكونت. ندوس عليها، هي بس عندي مقفوله عشان انا عندي اد اكونتس كتير. فندوس على كرييت نيو اد اكونت. اكدوا معايا ان انتوا عملتوا الخطوه دي. لما نعمل كرييت نيو اد اكونت هيطلب مني اسم الحساب الاعلاني، وده برضو ممكن اسميه باسم البيزنس بتاعي. وهيطلب مني عايزين ال الكارنسي او العملة تكون ايه، فحسب ما انتوا عايزين بقى، عايزينها بالمصري، عايزينها بالدولار، عايزينها بالريال، عايزينها بالدرهم، زي ما انتوا عايزين. وهيطلب مني التايم زون تبقى بتوقيت ايه. اعملوها معلش، ممكن سؤال، ممكن create new ad account منين بس لو سمحتي؟ انت عندك المنظر ده people partner system user pages، عندك كده مظبوط. انا عندي pages add حلو accounts قوي. و business assets. هتلاقي اد تمام. اكونت، هتلاقي بيجز تمام. وتحتيها اد، هتلاقي اكونتس وتحتيها بيجز وبعديها اد اكونت. تمام. هتدوسي عليها، وبعد ما تدوسي عليها هتروحي عند اد دي، هتلاقي كرييت اوكي. نيو اد اكونت. تمام. 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 ندوس عليها، مم. هيقول لي اكتبي اسم الاد اكونت، اكتبي ال اختاري الكرنسي بتاعته، واختاري كمان الوقت بتاعه. هو انا بيقول لي add account name، فانا المفروض اكتب add account. زي اسم البيزنس كده، اكتبي اسم بس ما يكونش باسمك، يكون بأي اسم بيزنس، باسم الشغل اللي انت بتشتغليه، باسم ديمو، باسم اينفن دي تيست، اي حاجه مش فارقه. معلش، هو امتى اعمل كده؟ لو حد جاب لي بيزنس ولسه ما عندوش مثلا مانجر ادز، اعمل القصه؟ بالظبط. بالظبط، بتفتحي له حساب اعلاني جديد. بس لو عنده بروفايل يعمل لي اكسس، بس يعمل لي الصلاحيه ان لو انا. هو عنده اوريدي حساب اعلاني وعايز يديكي اكسس، بتيجي عند الاد اكونتس وبتعملي اد، بس بتعمليها بقى بدل كرييت اد اكونت بتعملي ريكويست اكسس تو اد اكونت. فبتبقى وبتاخدي رقم الحساب اللي بتقولي له اديني رقم الحساب الاعلاني بتاعك، بيديكي رقم الحساب الاعلاني بيحطه هنا، وبتبعتي له ان انت، يعني هو بيوصل له ان انت عايزه تبقي عايزه اكسس عنده. لما بيديكي اكسبت بتدخلي تلاقي الحساب بتاعي الاعلاني بتاعه عندك. ده اوبشن، والاوبشن التاني ان انا ابعت له الميل، هو يضيفني ويبقى كنترول. بالظبط بالظبط. انا واقف على هي اد بيبل اند سيت بيرميشنز خلاص اعمل وانس ان احنا كريتنا وجينا بقى بيبل وبالبيمنت ميثود وخلاص، اعملوها كلها كانسل. cancel. خلاص كلنا تمام، يبقى احنا كده كلنا عملنا بزنس بورتفوليو وعملنا اد اكونت. ننتقل على المرحله اللي بقى اللي بعد كده، اللي نربط كل حاجه ببعض. ممكن يا اسلام لو هتشتغل في في حساب اعلاني، يعني ممكن عادي لو تشتغل في الجي سي سي ممكن تعمل بزنس اكونت جديد وتغير الكرنسي. بس انا عايزه اقول لك ان احنا بنشتغل على كله بالدولار عادي، مفيش مشاكل. بس ما عندك اوبشن ان انت تعمل بزنس اكونت جديد، وان انت كمان تفتح له حساب اعلاني جديد وتغير الكرنسي تلاقيها تخليها دولار. او ممكن يعني نفس تحت البيزنس اكونت تفتح بس حساب اعلاني جديد، مفيش مشاكل. طيب بعد بقى ما عملنا كل ده، تمام، عايزاكم بقى تقفلوا اي حاجه انتوا فاتحينها، واقول لكم بقى بعد كده الدنيا نوصل لها بسهوله ازاي. اقفلوا اي حاجه انتوا فاتحينها ليها علاقه بميتا. هو ممكن أسأل سؤال؟ معلش، اكيد. هو ينفع يبقى نفس الاكونت افتح كذا بزنس اكونت من نفس الاكونت؟ من نفس الاكونت اللي هو البيرسونال بتاعك. اه، اه يعني انت دلوقتي البيرسونال بتاعي، انا الاكونت بتاعي هبه حزين، ده الفيسبوك بروفايل بتاعي. بالظبط. تحت هبه حزين ده اقدر افتح بزنس اكونت زي ما انا عايزه. اه، المهم في الاخر ان هو يكون تابع لشخص واحد اللي هو انا، اللي هو هبه حزين. بس ممكن اعين ناس تحتية يعني اه ادمنز وكده. عادي مفيش مشاكل، ما اه. كل بزنس اكونت بقى بتضيفي ناس. امم. خلوني بس تمام. اقول الجزء ده وهرد على بقية اسئلتكم، علشان احنا فتحنا حاجات كتير قوي فنبتدي نقفلها. بعد كده يبقى بقى احنا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد بقى نفتح في كل الحاجات دي؟ لا 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 خالص. بعد كده شغلنا هيبقى ايه؟ وامشوا الستبس دي معايا. هندخل، هنيجي كده يوم الاثنين الجاي هقول لكم ادخلوا على اليو ار ال بتاعنا اللي انا عايزاكم تبقوا حافظينه، اللي هو ايه؟ facebook.com/.
ads manager، واكتبوه صح، facebook.com/ads manager، وهكتبه لكم كمان على الشات. بلاش نضيف البيمنت ميثود دلوقتي، هنتكلم فيها قدام. طيب لما هدخل على facebook.com/ads manager هيدخلني على حسابي الإعلاني على طول، وغالبا هيدخلني على البيرسونال. كلنا دلوقتي ظهر لنا الجزء ده وظهر لنا اسمنا البيرسونال، صح؟ مظبوط اه. حلو قوي. لو عايز اروح للحساب الاعلاني البيزنس اللي انا عملته، هدوس بس على البيرسونال ده، او هدوس على الدروب داون منيو ده. ولو انا عندي اكونتس كتير هعمل سي مور اد اكونتس، هلاقي البيزنس اكونت اسمه هنا وتحتيه الحساب الاعلاني بتاعه. ادوس عليه، يبقى انا كده شغال على الحساب الاعلاني البيزنس، يبقى انا كده عندي بيرسونال اد اكونت وبيزنس اد اكونت. تمام. هو انا بس طلع لي حاجة لما دوست عليها يعني. طلع لك ايه يا روان؟ قال لي this account isn't available right now. اوكي، اكتبيها من الاول، اقفلي التاب ده واكتبيها من الاول. ads manager facebook.com/ads manager. أفنان فكريني أرد على سؤالك في الآخر، علشان يعني مش هدخل في تفاصيله قوي، عشان نكمل نبتدي نعمل بقية الحسابات الإعلانية الخاصة بالبلاتفورمز التانية، وهرد على سؤالك في الآخر. بصي طيب، معلش، ولو عايزين هكمل بس الجزء ده. ولو عايزين بقى بعد كده ننتقل لو عايزين ننتقل للبيزنس اكاونت، بنعمل ايه؟ بنيجي عند الثلاث شرط دول اللي هم الاول تولز، وبروح للبيزنس سيتنجز. هلاقي على طول بيزنس سيتنجز، يا اما هلاقيها هنا يا اما هلاقيها في الجزء ده، بيزنس سيتنجز. ندوس عليها، هنروح للبيزنس سيتنجز اللي احنا كنا عليها من شويه، بس هو عايزني بس ادخل التو فاكتور اوثنتيكيشن، بس مش لازم ادخلهم دلوقتي. فالموضوع بعد كده بدخل على facebook.com/ads manager، من جواه بقلب على طول، يعني من جواه بقلب على طول في الحسابات الإعلانية عادي زي ما أنا عايز. هنرجع نشيل الكلام ده. وبعد كده الثلاث شروط دول هقدر منهم أدخل على الحساب الإعلاني بتاعي. بس هي دي الخطوات. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي روان. دلوقتي يعني انا مش عارفه، انا في حاجه مش فاهماها دلوقتي. انا هعمل مثلا سي كامبين ليونت عندي في الشغل مثلا. تمام. انا هعملها على اني اكونت، على البيرسونال ولا اللي هو اللي احنا لسه عاملينه اللي هو الاد اكونت؟ ما هو أنا هقول لك على حاجة بقى. بعد كده مش أنت الشغل ده عندك يعتبر كلاينت؟ اه. كل كلاينت تعملي له حساب إعلاني بزنس شخصي. يعني أنا مش مع، في ناس بتشتغل بالبيرسونال عادي ودي حاجة تمام، بس أنا مش مع إن احنا نشتغل بالبيرسونال. يعني انا دلوقتي سي عندي كلاينت معاه يونت عاوز يعمل لها ريسيل مثلا. بالظبط. ماشي، تفتحي له هعمل حساب إعلاني شخصي زي بزنس زي ما احنا عملنا دلوقتي، ويبقى بتاعه هو. ويبقى بتاعه هو. ده كل بقى كلاينت تيجي، ما هم هيبقوا كتير قوي. بالظبط. عادي جدا. ما انا بقول لك انا عندي كل دول، كل دول امم. كلاينتس مختلفه، مفيش مشاكل. المهم ان انا انظم الشغل. امم. يعني في الاخر انا هشتغل، ما هو كل بزنس اكونت لازم يتربط بيه فيزا واحده، في الاخر هشتغل بفيزا مين؟ امم. هل ينفع اشتغل بفيزا كلاينت لكلاينت تاني؟ لا. بس هي دي بالظبط يعني الموضوع. نروح ماشي. بقى هنعمل حساب اعلاني على سناب شات. وانا عارفه وده طبيعي جدا 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 ان كلنا ما يكونش بنستخدم سناب شات، او يبقى معظمنا ما بنستخدمش سناب شات. مش لازم يكون عندي اكونت على سناب شات عشان اقدر اعمل حسابي على سناب شات. عادي جدا. احنا دلوقتي هنعمل بس الحساب الاعلاني بتاعنا، وهو اسهل بكتير من ميتا دايما بتبقى اكتر حاجه معقده. سناب شات وتيك توك وجوجل ادز الدنيا هتبقى سهله جدا، وهقول لكم الستبس بتاعتها. حابين تعملوها دلوقتي تمام، حابين بعد ما نخلص تعملوها زي ما انتوا عايزين براحتكم. اوكي. طيب الستبس بتاعتنا عباره عن ايه بالنسبه لسناب شات؟ هنعمل for business دوت سناب شات دوت كوم، وهبعته لكم برضو على الشات. دكتور، هي الحاجات دي كلها بتأكسس بس على الادز، ملهاش دعوة بالبروفايل صح؟ يعني لو العميل عملت له اوفر فيو بيزنس وعملت ايميلي والاسم بتاع البيزنس بتاعه هيدخلني على الاعلانات بس. بصي، منها اقدر ادخل على البروفايل، ومنها اقدر اكرييت البروفايل،
فاهماني؟ يعني ينفع كده وبرضو الجزء الاخر ينفع، يعني كده يعني كده ممكن وكده ممكن. طب والسناب هنعمل تمام. طيب اول حاجه هنعملها لو احنا ما عندناش اكونت على سناب شات هنعمل جيت ستارتد. دكتور، هو انا عندي بالعربي فانا عايزه اقلبه انجلش، يعني اخش اعمل ايه؟ بصي في سناب شات ممكن موضوع قلبان الانجليش ده يبقى رخم شويه، بس مش مشكله، كملي بالعربي عادي. احنا مجرد هنعمل الاكونت، وانس ان احنا نعمل الاكونت، لما نعمل الاكونت من جوه هخليكي تلبيه انجليش. يعني جيت ستارت البدء الان، الاثنين هيبقوا واحد، مفيش مشاكل. هو انا لازم يكون عندي بيزنس لا مش اكاونت لازم يكون عندك ولا؟ اكونت على سناب شات. لا كل اللي يعني انا طلبانكم قصدي بس لو دلوقتي يكون اكاونت بروفايل عندكم عادي ايميل. شخصي، الوج ان بيه عادي. لو عندك مفيش مشاكل، لو عندك ايميل وممكن تلوجن بيه عادي مفيش مشاكل. اوكي تمام. تمام. البيج بتاعتي على السناب شات ألوجن بيها في البيزنس لوج ان بالشات سوري بالايميل. فاهماني للحساب يعني؟ الأساسي بتاعي اللي هو بالظبط الأساسي. عادي مفيش مشاكل، بالظبط. معلش يا دكتور الله يقويكي، بس هو انا لما دخلت جوه طلعت عادي على يا جماعه، كل ده السيت ابس دي طبيعي جدا، فانا ما عنديش مشاكل. بصوا انا هعمل لكم شير دلوقتي لايه اللي هيظهر لكم في سناب شات. اديني دقيقه بس. دي كلنا معوقين فيها شويه. عادي عادي، كل ده طبيعي جدا، يعني ما طبيعي، احنا مش مولودين عارفين ازاي نعمل اكونت على فيسبوك وسناب شات وايه الكلام ده كله، فده عادي جدا، هي السيشن دي معموله بيعمل لكده. يلاقي في حته تانية، بس كده بسأل قبل ما اعمل اكشن على حاجه. تمام. فدلوقتي بصوا، المفروض ان انا لما بعمل ساين اب او بعمل جيت ستارت او الكلام ده كله، المفروض ان انا اعمل ساين اب، بلاقي اكتب الحاجات دي كلها: الفيرست نيم، اللاست نيم، اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، وتاريخ الميلاد. ظهر لنا الحاجات دي ولا في حاجات تانية ظهر لنا؟ وانا عندي اكونت اللي هو بتاع التصوير ده، هو ده هو. لو عندك اكونت ادخلي بالايميل بتاعه واليوزر نيم بتاعه، انا هجيب لكم الشكل النهائي اللي انا عايزاه يبقى موجود عندكم. اوكي. الشكل النهائي اللي انا عايزاه يبقى موجود عندكم بعد ما نعمل الاكونت. تمام. بصوا. يعني لو واحد عنده سناب شات اكونت اوريدي مش عادي مفيش بروفايل ده مشاكل. بيعمل لوجن على طول صح؟ لوجن باليوزر نيم والباسورد بس من جوه forbusiness.snapchat.com. اوكي. تمام. الشكل النهائي اللي انا عايزاه عندكم يا اما الشكل ده مكتوب فوق كده سناب شات ادز، ومكتوب هنا اسم اكونت واحد او اتنين، او في ناس هيفتح عندها شكل تاني هوريه لكم، بس ده بعد ما نعمل الحساب الاعلاني بتاعنا. نكتب يعني، امشوا بالستبس هتلاقوا الاسم، دي الستبس الموجوده، وخليني برضو متابعه معاكم. في ناس هيلاقوا الشكل ده عندهم، هيلاقوا الشكل ده بعد ما امشي بالستبس خالص، ده الفاينل يعني اخر حاجه هوصل لها. او في ناس هتلاقي الشكل ده، اي واحده من الثلاثه دول ما عنديش مشكله فيهم. انا كده عملت اكونت على سناب شات، هيلاقوا الشكل ده. طلع لنا الشكل ده، طلع لنا الشكل، خليني احطهم لكم كده جنب بعض، ده او ده او ده، اي واحد في دول انا تمام. ادخل بقى على نيو اورجانيزيشن صح؟ لو ما ت... بالظبط. ما نخشش على حاجه تانية نخسر لا ما حاجه تانية. تعملي، لا انت طالع لك الشكل ده دلوقتي صح؟ لا طلع لي البراند اللي ماسكاه والنيو اورجانيزيشن الحاجه اللي بس انا يبقى انت كده تمام خلاص، مش ما تخشيش على اي حاجه تانية. روان انت كاتبه انا طالع لي ده ومش كاتبه هو ايه فانا عايزه اعرف هو ايه يعني ايه اللي ظهر لك. وبرده الستبس عشان تبقوا ماشيين معايا فيها وانتوا بتعملوا الاكونت بتاعكم. كنت بتحطها فين؟ ماشي، الصوره بتحمل، مفيش مشاكل، تاخد وقتها. الستبس عشان تبقوا ماشيين معايا بيها، والاول هنعمل create an ad او create account sign up، هنحط كل الحاجات دي ونعمل sign up and accept. وبعد كده هنلاقي البيزنس نيم بتاعنا، نحط اي بيزنس نيم، بنعمل بيزنس اكاونت زي ما عملنا في فيسبوك. بعد كده هيقول لي حطي الرقم التليفون بتاعك والكونتري والكرنسي، وغالبا الكرنسي هنا او العملات هنا مش هتلاقوا كتير فموجودين، فلو ما لقيتوش المصري او كده حطوا اليو اس دولار. وبعد كده هيقول لك create public profile. بعد create public profile هنلاقي المنظر ده. هنعمل دلوقتي تيك توك ad get started، دي تيك توك account.
getstarted.tiktok.com. getstarted.tiktok.com. ظبطتي موضوع اليوزر نيم يا آية؟ دلوقتي بحط يوزر نيم يقبله يعني. تمام. طيب انا معاكي، بس احنا برضو هنكمل في موضوع التيك توك. انا عندي تيك توك اكتف. طيب خلاص زي الفل. طيب واحنا عاملين اهو تيك توك get your business discovered on تيك توك. هنعمل ايه؟ هنعمل business account على تيك توك. طيب هنعمله ازاي؟ هو هنعمل start now او create advertiser account. هنعمل بيه ايه؟ ممكن نساين اب بتيك توك عادي لو عندنا تيك توك. ما عندناش ساين اب بتيك توك، نكتب الايميل بتاعنا الباسورد. ما عندناش، نعمل start now. ايميل، باسورد، كونفيرم باسورد، فيريفيكيشن كود اللي هيتبعت لنا، ونعمل ساين اب. لو عندي تيك توك نعمل ساين اب بالتيك توك اللي عندي، اقول لي حطي الايميل بتاع التيك توك بتاعك او لا. يعني السؤال معلش، هو انا دلوقتي لو انا عندي الاوفيشال بيج تيك توك بتاعتي اللي انا اصلا عليها المحتوى اللي انا هعمل عليه الاعلان، هي نفسها البيج دي ادخل بيها دلوقتي ادخلي بيها دلوقتي كادفرتايزر؟ بالظبط. فامشوا برضو الستبس وقولوا لي اخر حاجه ظهرت لكم ايه. هتلاقوا كده ان هو جايب لكم جيم تلعبوها تختاروا. يعني خليني مثلا كده ادخل، بس انا المشكله ان انا عندي كله معمول بيه باسورد. طب معلش، هو لان كان قطع عندي. هو ايه يعني ايه اللي انا اكتبه عشان يدخلني على الادز بتاعت تيك توك؟ .getstarted.tiktok.com. هتلاقي ان انا بعتلكوا اليو ار ال على الشات. هبعته تاني. وصلت الادفرتايزنج اوبجكتيف، انا كده دن. ايوه ابعتي لي بيها سكرين شوت بس، او ابعتي بيها سكرين شوت علشان تبقى عند برضو كل الناس. اوكي لو وصلنا الادفرتايزنج اوبجكتيف يبقى انا كده تمام. بالظبط. هو الجزء ده اللي روان بعتاه هو ده اللي المفروض نوصل له. ده وورد كامبين تولز اناليتكس. اخر حاجه هنعملها هي الجوجل ادز. جوجل ادز افضل ان احنا نكون اوريدي فاتحين جوجل كروم وعاملين لوج ان بالجيميل بتاعنا. تمام. وهندخل على ads.google.com. المفروض ان ده اللي هيجي لنا برضو نفس الكلام start now. لو عندنا account هنلاقيه هنا، لو ما عندناش نعمل new جوجل ادز account. بصوا اخر حاجه في جوجل ادز هتلاقوه طالب منكم ان انتوا تحطوا البيلنج. جوجل ادز للاسف مش بيتكريت غير لما نحط اليوزر نيم والباس قصدي البيلنج انفورميشن بتاعتنا. يعني انتوا اول ما هتعملوه هتلاقوا ده create your first campaign in few simple steps at business information, create your ad, set up your budget. فنعمل الحاجات دي. هنيجي عند الستep التالتة اللي هي set up your budget، خلاص نسيبه بقى. دي بقى ساعتها لما نيجي ان شاء الله ناخد الكورس بتاع جوجل ادز نبقى ندخل بقى نشوف هنعمل ايه في موضوع البيزنس انفورميشن دي. create your first campaign. امشوا بقى واحده واحده. what's your business name، نكتب برضو البيزنس نيم بتاعنا. الويب سايت بتاعنا لو عندنا نكتبه، لو مش عندنا، لو عندنا ويب سايت نحط الويب سايت هنا، لو مش عندنا ويب سايت نحط رقم التليفون. هو انا بعمل create a new account ولا create a new campaign؟ انت بتعملي create new account وبعد كده بيقول لك create your first account create your first campaign. لو انت already عندك accounts هتلاقيها ظاهرة زي اللي ظاهرة عندي ده لما بعمل start now. انا عندي كذا واحد مفتوح يعني، بس خلاص انا لو عندك كذا واحد مفتوح خلاص مش مشكلة. يعني انا دول كلهم accounts اه عندي خلاص. عايزة تعملي ماشي. واحد تاني مش هيقول لك لا لا. فاهماني؟ اه اللي انت عايزاه براحتك. طيب انا بقى دوست نيو جوجل ادز اكاونت، فبعد بالظبط ما لما دوست تعملي كده بقى قام نيو فتح لي جوجل اد كامبين. اكونت. بالظبط. بصي هو دلوقتي ايوه قال لي بصي معلش انا هجاوب بس على الحته دي. what should people do after clicking your ad. لو عندك URL حطيه هنا، لو ما عندكيش حطي رقم التليفون هنا. عندي اخر حاجة بقى ظهرت لي بعد ما عملت skip leave a campaign creation. You can skip ahead to your account and create a campaign later.
في ايوه كانسل اعملي وليفا لك كامبين كرييتا كرييت. كامبين ليتر دي. ايه؟ اعملي كرييتا كامبين ليتر دي. ما هو طلعلي تو اوبشنز، كانسل وليفا كامبين كرييشن. ليف كامبين كرييشن.